كامر جوبت. زي ما شايفين كده الناس قد ايه. اهلا بيكم من تبليسي، والنهارده يوم مميز جدا لان تبليسي بتحتفل باليوم الوطني النهارده تبليسوبا، وده احتفال كبير في شوارع تبليسي كلها، وهنمشي وهنتفرج على اجواء الاحتفال هنا عامله ازاي. يلا بينا. الاجواء جميله النهارده والشمس طالعه، والاجواء ورايا كده زي ما انتم شايفين ناس كتير جدا في شوارع تبليسي. لو رحت جورجيا في الخريف هتلاقي مدينه تبليسي لابسه وشها الحقيقي، وش الفرح. المدينه كلها بتحتفل بعيدها الكبير تبليسوبا. تخيل معايا شوارع مليانة حياة، أكل، موسيقى، رقص، وسوق مفتوح بيجمع الكبير والصغير. أول ما تمشي وسط المهرجان هتشم ريحة الأكل الجورجي الأصيل. ممكن تجرب المشاوي، الخنكالي، الخشبوري. الأجواء النهاردة جامدة جدا زي ما احنا شايفين كده. المزيكا شغالة في كل مكان، فرق شعبية، رقصات تقليدية بملابس في غاية الجمال والروعة. مشهد يخليك تحس إن الزمن رجع لورا بس بروح عصرية مليانة طاقة. وتلاقي كمان السوق الشعبي، صناعات يدوية، مشغولات فنية، لوحات مرسومة بإيدين فنانين. وأشهر حاجة في المدينة النبيت الجورجي اللي تاريخه بيرجع لآلاف السنين. الجميل في عيد تبليسي إنك بتحس إنك وسط عيلة كبيرة، الكل بيحتفل. أنت مش مجرد زائر، أنت جزء من القصة، وتقدر تتمشى براحتك، وهتلاقي الناس بتساعدك ولو محتاج حاجة بيعملوها، وبيقدموا لك كمان حاجات تقليدية من الأكل والمشروبات الجورجية التقليدية إن أنت تجربها وتتعرف على ثقافتهم. تبليسوبا مش بس يوم، هو روح تبليسي، حكاية مدينة بتعرف تحافظ على أصالتها وتشاركها مع كل اللي بيجي يزورها. لو نفسك تعيش يوم عمرك ما هتنساه، زور تبليسي في الخريف وسيب نفسك تتوه وسط الاحتفالات بعيد تبليسوبا.